شعور كده جواك خفيف، بس بيقتلك من جواك، مش عشان انت كسول ولا علشان انت مش طموح، لأ، بس عشان انت عارف كل يوم لما تصحى هتعمل ايه ما بتعملوش، بحجة ان انت بقى مش جاهز، بحجة ان انت مش في المود، فهعمله بكرة بعده. والحلم اللي انت بقيت بتسعى ليه ونفسك تعمله بقى مجرد فكرة في عقلك، وبكرة ده بقى بالنسبة لك بعبع ما بيجيش، عفريت خايف منه. انت لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب لحد دلوقتي؟ طب ايه هتعمل امتى؟ اضغط على لايك وسبسكرايب ويلا بينا نكمل الفيديو. التأجيل مش كسل، التأجيل هو خوف من الرفض، خوف من ان انت فكرتك تفشل، انت خايف حتى تبتدي ولو تاخد الخطوة، بس بيجي كده صوت بيشدنا جوانا بيقول لنا بلاش دلوقتي، استني لما تكوني اقوى، بس هرجع واقولك الصوت اللي جواك ده مش حكيم. عارف ليه مش حكيم؟ عشان هو بيحب الراحة، بيخليك اللي هو ايه، هتنجح بكرة، بكرة يجي، بعد. التأجيل بيخسرني حاجات كتير، ده حتى التأجيل بياكل حاجة اسمها ثقة، بتبقى مش واثق في نفسك ان انت هتنجح، حتى شغفك بقى مش موجود، حتى ابسط الحاجات اللي هي ممكن تنزل تجيب حاجة من السوبر ماركت او كده بقى عبء عليك، مش قادر اعمل حاجة. الحاجة اللي انت فيها بقالك 6 شهور ولا سنة، لما بيجي بس الفكرة ان انت خلاص هتبتدي بتتوتر ان انت تبتدي. هتفضل لحد امتى خايف وبتأجل كمان؟ امتى؟ طيب نعمل ايه عشان نتخلص من فكرة التأجيل؟ مش هقولك اعمل كل سنة المهام اللي انت هتبتدي فيها وتخلصها كل سنة، ولا هقولك اعمل خطة كل شهر، بس هقولك اعمل خطة كل يوم اللي تعمله. ابتدي ابعت الرسالة اللي انت مأجلها، اعمل الشغل اللي انت كل شهر بتأجله، ابتدي ولو حتى بحاجة صغيرة، صدقني هتديك الشجاعة ان انت تكمل، وحلمك اللي انت مأجله ممكن تبتدي فيه، عشان انت بقيت واحدة واحدة تلاقي النتيجة. هتقولي مفيش وقت مناسب، هقولك في قرارات بتتاخد، قرارات اللي انت متأجلش، قرار ان انت تبتدي ولو بحاجة بسيطة معاك، مش شرط يبقى معاك حاجة مادية، مش شرط يبقى معاك شخص، مش شرط يبقى معاك دعم، ابتدي بالامكانياتك. لو فضلت تأجل مش هتنجح، بس عشان مش انت خايف تبتدي فيها، بس عشان انت مأجلها بقالك كتير ومرعوب ان انت تبتدي فيها.